أو نشطها المدرب الناخب الوطني مجيد بوقرة. فقبل هذا نشير لمشاهدينا الكرام، وكما تشاهدون على شريط الأخبار الشاشة، السيد الرئيس عبد المجيد تبون يشكر الفريق الوطني على الأداء البطولي طيلة دورة الشان هذه الدورة، وشكر كذلك الجماهير الجزائرية على إنجاح البطولة القارية. هذا بالنسبة لهذا الشريط من طرف السيد رئيس الجمهورية. نبقى مع الناخب الوطني والتحاليل وما قاله من خلال هذه الندوة. رضا مراد، لازم أنا بالنسبة لي إذا أردنا أن نتقدم وننجح في المشوار تاعنا مراد، لازم نشوفوا روحنا في المرآة مراد. أولا لازم نشوفوا روحنا في المرآة ونقولوا هل لنا الفريق يقدر يقاوم اليوم. بالك ما نوافقش عزتي، هذا رأيي يبقى رأيي، وإن شاء الله يحترمني الرأي تاعي. أنا بالنسبة لي بوقرة دار إنجاز كبير مع هذو اللاعبين. نعم، مانيش نقلل من اللاعبين باش نفهموا، باسكو لازم تعرف من جاء هذا اللاعب. جاء من بيئة فاسدة، مسكين عنده غير كاليتي انترنسيك، ما يقدر حتى واحد يقول لي بلي ما كاش مادة خام في البطولة الوطنية. اليوم تقول لي انت عنده خيارات، ما عندوش خيارات كثيرة. اليوم في الكونفيرونس دو بريس قال بلي لازمنا نولوا لو سونتر دو فورماسيون، باسكو سي بو افوار دي تيران فنادق بنية تحتية وانت ما عندكش لا فورماسيون. الجوار تاعنا ني با فورمي صا. اليوم انا شفنا، انا نكمل برك، خلينا نكمل بلا تحت. اليوم محيوس دير تاع ان بينالتي بطريقه جورجينيو، خليها هذه محيوز على طريقة جورجينيو. نروح مباشرة مع مجيد بوغيرة. Si je résume un truc, c'est juste un penalty. Voilà, ça s'est joué au penalty. Mais surtout le parcours, il y avait comme ça. Pour moi, il n'y avait pas de entre guillemets de choses négatives parce que c'était dans les stats, on était top partout. Donc voilà, c'est la réalité du football. Il faut passer à autre chose. Je dis aux joueurs, comme championnat, comme Champions League, c'est le football. Il faut passer à autre chose. Que tu gagnes ou que tu perds, il faut passer à autre chose. رئيس الاتحادية قال لي كان مسكين بالخادم ديالو واش المشروع اللي نقدروا نشوفوه ان شاء الله مستقبلا مجيد c'est pour rien, c'est pas d'actualité, c'est pas d'actualité. كان هذا مجيد بوغرة في المنطقة المختلطة. اسمح لي اونكور اون فوا رضا، تفضل. قلت محيوز على طريقة مراد. أنا بالنسبة لي اليوم هذه البطولة تاع الشان واش الهدف تاعها مراد؟ الهدف تاعها أننا هذو اللاعبين هذو نعصرهم ونجيبوا 4 5 6 يقدروا يروحوا للمنتخب الأول. اليوم اسكو تقدر تتعصر بهذو؟ أنا بالنسبة لي بالك ميريزيغ، مع احتراماتي كل لاعبين، مع احتراماتي كل ميريزيغ يقدر يلعب بشرط أنه يزيد يطور الإمكانيات تاعو، سواء يخرج سواء كذا. اليوم المنتخب، اليوم الكرة السنغالية هاي نبدا نهضروا بك وحنا قصارين. المنتخب الأول تاعهم شامبيون دافريك، المنتخب السنغالي الأول راح للمونديال كوب دي موند وتأهل إلى الدورة الثانية. اليوم المنتخب السنغالي المحليين شو وراه شامبيون دافريك المحليين. منتخب السنغالي الكرة الشاطئية بطل إفريقيا. منتخب السيدات لكرة للسنغال كارت فينال وتأهل إلى مونديال. احنا ورانا من كل هذا. الناس راهي تخدم. هاو حسين تكون تحضر على المويان داج 22 سنة في المنتخب السنغالي يلعبوا اليوم مقارنة بالجزائر 27 سنة فاصل 3 معدل عمر المنتخب الجزائري. معدلات الترجيح اللي نفذوهم 3 لاعبين 18 سنة.
بارك الله فيك. شوف وهذه المنتخبات هذو اللاعبين اللي راهم دركا يطرقوا ابواب المنتخب السنغالي باسكو خارجين دي سونتر دو فورماسيون. اعطيني اليوم انت في الجزائر ان سونتر دو فورماسيون وراهم. تفضل. في تناقض يقول لك منا ما كاش بطوله ضعيفه ومنا احنا عندنا اللي خذا كاس العرب 17 سنه. انا نستثمر في الشبان تاعنا، لا ما نستثمرش. عندنا فريق تاع 20 سنه. قلت لي تناقض انك تكون بطوله ضعيفه جدا بدون جدا جدا. راي قول لي العكس. اعطيني نقول لك انا تفضل. قلت لك نتناقض. انا قلت لك لان في انا نقول عموما متوسطه في فرق مليحه كثير كبار اللي الدوله استثمرت فيهم وفي عندهم شركات عندهم امكانيات في العام اللي فات وفاق الصيف ولا شباب الوزداد في نصف نهائي تشامبيونز ليغ. هذا استثمار للبطوله تاعنا. منين خرجوا هذوك اللي راحوا لاوروبا منين جاوا؟ منين ما كانش مراكز. انا لست على كونترير مع بناء مراكز، استثمار في المراكز، ولكن مكونين مدربين. لو كان ما راحوش هذو اللاعبين اللي راك تهضر عليهم انت اللي خرجوا من البطوله الوطنيه، لو كان ما راحوش للخارج اسكو يقدروا يطرقوا ابواب المنتخب الجزائري؟ لماذا؟ اول ما تقوليش اعطيني كان في القسم الثاني ما بين موسم ولا دولي ولا بروفيسيونيل. اسمح اسمحوا لي على كل حال ما لازمش نخليو ندوه صحفيه للمدرب السنغالي.